السلام عليكم. زين الدين زيدان يصفع كريستيانو رونالدو قبل مباراة المغرب مع البرتغال، ويفاجأ المنتخب المغربي بعد الانتصار التاريخي على أسبانيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني في دور 16 من كأس العالم ليضرب موعدا مع المنتخب البرتغالي في دور الثمانية، فقد صرح أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات منذ قليل للإذاعة الفرنسية، وقال: لقد حقق المنتخب المغربي المفاجأة في هذا المونديال وفاز على كبار أوروبا، وبالأخص على المنتخب الأسباني الذي يعد بمثابة انتصار تاريخي. فأنا كنت أشجع من كل قلب المنتخب المغربي في هذه المباراة، لأنني جزائري ولدي أصول مغربية وأعتز كثيرا بأصولي، وأتمنى للمنتخب المغربي الفوز في هذه المباراة القادمة على البرتغال. وسأله المذيع: من ستشجع، رفقاء كريستيانو رونالدو أم المغرب؟ فقال بكل تأكيد: أشجع المغرب، وبرغم حبي لكريستيانو رونالدو، ولكن عند تشجيع المغرب لا أفكر في أي شيء آخر، فحب المغرب يجري في دمي، وأنا دائم الزيارة إلى المغرب، وخصوصا في العطلات الصيفية، فالمغرب من أحب البلاد إلى قلبي، وأعتقد أن المنتخب المغربي سيفوز على البرتغال وسيتأهل إلى المربع الذهبي. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي. اللهم اجعل مرمى المنتخب البرتغالي مليء بالأهداف المغربية. اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد رفقاء كريستيانو رونالدو. اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ في هذه البطولة. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.